فإن كانت الخنساء قد رفعت راية الصبر ب4 أبناء، وماشطة فرعون ب5 أبناء، فقد رفعت آلاء النجار راية الإيمان ب9 من زهرات أكبادها. خرجت الدكتورة آلاء النجار أخصائية الأطفال مع زوجها صباحا لتؤدي واجبها في إنقاذ الأطفال في مجمع ناصر، هؤلاء الأطفال الذين يستهدفهم جيش الاحتلال. خرجت تاركة أطفالها 10 في البيت، آلان ويحيى وركان ورسلان وجبران وإيف وريفان وسيدين ولقمان وسدرة وآدم. أكبرهم عنده 12 سنة وأصغرهم 6 شهور. كان الكبار من أطفالها حافظون لكتاب الله، وفجأة صاروخ غادر يصيب منزلها فيستشهد 9 من أطفالها على الفور، ولا يبقى إلا آدم الذي يرقد في العناية المركزة وحالته مستقرة بعد إجراء عمليتين جراحيتين. 9 أطفال حملت بهم 81 شهر، حملتهم في بطنها ما يقرب من 7 سنوات، أرضعتهم 9 سنين، ضحكت معهم وبكت وسهرت وداوت وحفظت وعلمت وألبست وأطعمت لسنوات طوال، وفقدتهم في لحظة. كانت تحاول إنقاذ حياة الأطفال في مجمع ناصر الطبي، فجاءها الخبر فظلت تركض في الشارع باتجاه منزلها، علها تضمهم إلى صدرها، علها تتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، لكن اختلطت الأشلاء فلم تميزهم. كلهم أشلاء، كلهم متفحمون. فتقول لها أختها الصيدلانية سحر النجار من هول الصدمة: الأولاد راحوا يا آلاء، الأولاد راحوا يا آلاء. فتجيبها بثبات وإيمان وتسليم: هم أحياء عند ربهم يرزقون. عشنا نذكر بالخير ونفتخر بالخنساء: طماطر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية الشاعرة، والتي قال عنها النابغة الدبياني: الخنساء أشعر الجن والإنس. قال عنها جرير: أنا أشعر الشعراء لولا الخنساء. كلنا نذكرها كعلامة من علامات الصمود والإيمان. فقدت أخويها معاوية وصخر في الجاهلية، وبعد إسلامها دفعت بأولادها 4 إلى حرب القادسية قائلة لهم: إن رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على أوراقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رسيسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والكرامة. ثم تلت عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. استشهدوا جميعا فاحتسبتهم ورثتهم، فصارت مضرب الأمثال في التضحية والفداء والصبر. عشنا نضرب الأمثال بماشطة ابنة فرعون زوجة حسقيل مؤمن آل فرعون، والمقرب منه والذي كان يكتم إيمانه. قتله فرعون لما علم بإسلامه، فاستمرت الماشطة في العمل في قصر فرعون تكتم إيمانها هي الأخرى، حتى جاء يوم وقع المشط من يدها وهي تمشط ابنة فرعون، فتناولت المشط قائلة: بسم الله. فردت ابنة فرعون بغضب: الله أبي. فلم تتمالك الماشطة نفسها فقالت: كلا، بل الله ربي وربك ورب أبيك. فعلم فرعون فأحرق أبنائها 4 أمامها في الزيت، ولما وصل للطفل الرضيع رق قلبها فأنطقه الله وقال: اصبري يا أمي فأنت على الحق. فصمتت، وألقي الرضيع في النار، ثم ألقاها فرعون في النار ليشم الرسول عليه الصلاة والسلام ريحها الطيبة في معراجه، ويسأل عنها جبريل: ما تلك الرائحة؟ فيجيبه جبريل: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها ال5. يا من كنتم تحكون لأولادكم وبناتكم قصة الخنساء، ها هو ربي قد جعل بين ظهرينا خنساء حية تسعى.
يا من كنتم تسردون لأطفالكم عند النوم قصة ماشطة بنت فرعون وعيالها، ها هو ربي قد جعل بين ظهرنا ماشطة حية تسعى. يا قوم فقدت الخنساء 4 من أبنائها مرة واحدة في القادسية، وفقدت ماشطة فرعون 5 من أبنائها في قدر زيت واحد يغلي. يا قوم ها هو ربي يقيم علينا الحجة كما لم يقيمها على أحد من قبل. يا قوم ها هو ربي قد جعل بينكم آلاء النجار، وقد فقدت أبناء الخنساء 4 وأبناء الماشطة 5 دفعة واحدة، فاحتسبت وصبرت. فإن كانت الخنساء قد رفعت راية الصبر ب4 وماشطة فرعون ب5، فقد رفعت آلاء النجار راية الإيمان ب9 من زهرات أجدادها، لتكتب أحشاءهم المحروقة سفرا جديدا من أسفار الجهاد. يا قوم إني أخاف عليكم هذا الخذلان وذلك الاستبدال. أقول لكم وقوله الحق ما قاله مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ربح البيع يا آلاء النجار، ربح البيع يا حمد النجار. نحن شهداء الله في الأرض نشهد أنه هو الذي نفسي بيده، ربح البيع ولا نزكي على ربي أحدا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم.